لو مش متفعلة عندك لازم تفعلها حالا، ودي لحمايتك وحماية موبايلك لو حد مسكه او حد مسك موبايلك منك، او لا قدر الله الموبايل اتسرق منك. وايه هي الميزة دي؟ بس لاحظوا معايا ايه اللي هيجرى بالظبط. هنضغط على الواي فاي بالشكل ده كده وهعمل له فتح. بص حضرتك، الجهاز هيشتغل معايا وهيرجع يقفل تاني لوحده. وايه هي الميزة دي؟ الميزة دي ان اي حاجة هتحصل على الموبايل بتاعك هيطلب من خلالها الباسورد. يعني اي حاجة لو حد خد موبايلك وجي ينزل ستارة الاشعارات ويفصل الانترنت او يفصل الكلام او يفصل اي حاجة من الموبايل، هيطلب منه الباسورد. تعال نشوف ازاي نفعلها مع بعض. هنضغط على الاعدادات، ومن الاعدادات هتيجي الحاجة تحت اسمها شاشة القفل، هتضغط عليها بالشكل ده، وهتلاقي حاجة تحت اسمها ضبط القفل الآمن، هتضغط عليها بالشكل ده كده، وهيطلب منك الباسورد، هتحط له الباسورد بالشكل ده كده، وهتيجي على تحت إظهار خيار التأمين وهتفعلها بالشكل ده. وبكده انت عندك ستارة الاشعارات، لو الموبايل ضاع او سبته في مكان او سبته في اي حاجة، مفيش حد هيقدر يفتح ستارة الاشعارات دي او هيوصل لاي حاجة منها. يعني لا هيقدر يقرا اشعار، ولا هيقدر يفتح نت او بيانات او يعمل وضع طيران، مش هيقدر يتحكم في الموبايل. تمام. وفي نهاية الفيديو ما تنساناش من اللايك والمتابعة، ولو عندك اي استفسار يا ريت تسيبولنا في تعليق.